هدفها هو زيادة أعداد الأميين. السؤال اللي بنطرحه في الحدوتة الثالثة والأخيرة النهاردة: لو كانت الحكومات المصرية فشلت طول الفترة اللي فاتت في إنها تتعامل مع الملف ده، ملف الأمية، طب يا ترى إيه اللي ممكن تعمله مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في الموضوع ده؟ معايا في الحدوتة الثالثة الأستاذة صابرين صالح، مدرسة محو أمية، أهلا بيكي. ومعانا كمان 2 من الدارسين، سمر سعيد، أهلا بيكي، ومنى طلة سعيد، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة صابرين، عاوزك تاخديني في رحلة سريعة كده. في رحلة سريعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الرحلة ابتدت من سنة 93 بعد تخرجي مباشرة، كان قبل إنشاء الهيئة بسنة. ابتدينا نشتغل عن طريق حي المنتزه، وكنا جنود الله في الأرض، اللي احنا الجنود نفسها بتحارب العدو، واحنا كنا بنحارب الأمية، وكنا مؤمنين برسالتنا وما زلنا لغاية دلوقتي مؤمنين بيها. وبعدين لما الهيئة اتفتحت 94 ابتدينا نشتغل من الهيئة نفسها ودعمتنا الهيئة من سنة 94. بس نأكد من سنة 94، يعني دلوقتي مر علينا 20 سنة. 21 سنة. 21 سنة. ربنا كان أنعم علينا بالعميد فاروق، العميد طاحون، وما زالنا العميد دلوقتي عثمان برضه ربنا أنعم علينا بيه. وابتدينا نشتغل في الجمعيات، وقعدنا 15 سنة نشتغل في جمعية تنمية المجتمع، وأبرزنا فيها شخصيات رائعة. وبعد كده سنة 2007 اتجهنا لحزب الجبهة اللي هو حاليا دلوقتي بعد الانضمام المصريين الأحرار. تمام. ابتدى المهندس هشام كان أمين الحزب في اسكندرية، وهو فتح أبوابه للفصول وابتدى يحتضن الناس الدارسين، وابتدينا ان احنا نعرف الخصائص النفسية لكل دارس وانماط الشخصية وندرسها كويس لاستنباط الدارسين، ونجحنا بالفعل في كده وحققنا نتائج مبهرة. ربنا برضو كان أنعم علينا بالهيئة العامة للتعليم الكبار بمدير إدارة أستاذ محمود عبد المقصود. إذا كان الحزب بيحل جميع المشاكل الداخلية، فهو بيحل جميع المشاكل الخارجية أثناء الامتحانات. وحصل الانضمام لحزب المصريين الأحرار وبقينا أحسن. ابتدينا بس مش نحو أمية الدارسين في محو الأمية، لا، في الكمبيوتر والإنجليزي. تمام. وكان عندنا الشريحة من 13 لغاية 35 سنة، وعندنا 50% بعد ال 35. طب اللي أقل من كده واللي فوق كده يروحوا فين؟ الحزب برضه فاتح دراعته وفاتح أبوابه في عز أزماته. احنا ماسكين الحنفية اللي بتسترسب لتعليم الكبار بالمدارس، ماسكينها عندنا فصل كامل. طيب احنا انا هرجع لك تاني، بس احنا دلوقتي معايا نموذجين يعني تم محو امنيته، مش كده؟ ان شاء الله، اللي هي سمر ومنى. قولوا لي كل واحده تكلمني عن تجربتها، يعني باختصار كده. ما كملتيش تعليم ليه يا سمر؟ هو المدارس اساسا الحكوميه عامه يعني ما بتديش الحق قوي في الدراسه. كانت طبعا طريقه التعليم اصلا غلط. مش يعني مدرسة عامة المدرسة ما كانتش تحتضن الطالب ان هي تعلمه صح. كله طبعا شغالة على الدروس على المجاميع. يعني انت سبب تسربك من التعليم او ما كملتيش تعليمك ليه؟ السبب كان بسبب المدرسة نفسها؟ طبعا. يعني مش من سبب البيت؟ لا. تمام. ليه فكرتي انك ترجعي تاني ويعني تمحي امنيتك بقى؟ لا، ارجع اكمل تعليم. اولا لما بقاش اقل من غيري، يبقى برضه فاهمه. انا مثلا قاعده مع حد ابقى فاهمه ان هو بيتكلم عن ايه. بس طبعا عايزه اكمل دراسه لحد الاخر. بس تمام. منى برضو تكلمني عن تجربتها. انتوا على فكره الاثنين اخوات يا جماعه، الاثنين اخوات. تمام. قولي لي بقى، يعني سبتي التعليم ليه ورجعتيه ليه تاني؟ انا سبته علشان برضو نفس المشكله، ما احنا الاثنين كنا في منطقه واحده. بس يعني ما كنتش مش حابه المدرسين هناك كده يعني. فانتوا قلتوا ان احنا ما نكملش.
مش كده؟ من سنة كام؟ يعني توقفتوا عن التعليم من سنة كام؟ ثالثة ابتدائي؟ أنا ثالثة ابتدائي. انا 6. وانت 6 ابتدائي. طب ده انت كنت يعني خدتي شوط في الموضوع. لا بس احنا ابتدينا من الصفر لانها كانت جايه فعلا، كانت لسه محتاجه الحروف من اول وجديد خالص. فبدانا منها وربنا كرمها، بقت دلوقتي احسن من اللي معاها دبلوم بتكتب وتقرا. وان شاء الله هتكمل شهر 8 اولى اعدادي، داخله اولى اعدادي ان شاء الله. ونفس الحكايه منى برضه. بس انا بقى منى صاحبتها بقى، يعني عندها بالصحوبيه ان مفيش مدرس وتلميذ، لا احنا اخوات واصحاب كده. هي جت عن الفكره بتاعتها، هي نمط شخصيتها كده، كانت بتخاف. لكن لما انا صاحبتها وتعرفت عليها فهي ارتاحت لي، وانا طبعا ارتحت لها وبحبها طبعا. لكن مش عارف يعني فعلا هو يعني المدارس الحكوميه فعلا ما فيش تعليم، ما فيش. والله هو في على فكره، بس اللي حدث كتير في الفصل 80. لكن احنا الفصول بتاعتنا كنا بادئين 93 ب 30 نفر، ووصلنا ان احنا نبقوا 8 بس في الفصل. تخيل حضرتك يعني احنا معانا مثلا 30 ولا 8 هيستوعبوا اكتر، هيدرسوا اكتر، احنا نفسنا هنستفاد منهم، هم يستفادوا مننا من الخصائص النفسيه بتاعتهم، احنا هم هيشتغلوا سوا. لكن 80 دارس مين هياخد باله؟ ومده الحصه 45 دقيقة. فهي دي النقطة فعلا. لكن احنا عندنا تسرسب رهيب في الأمية، وانا بقول لو احنا ما قفلناش الحنفية. طب انا عاوز اسالك سؤال، يمكن هو مش ده السبب الوحيد اللي هم قالوا عليه، ان هم مثلا كانوا كارهين المدرسة والمدرسة ما حبتهمش. هم قالوا لي ما لقوش حد يغني عليهم ويخاف عليهم، وما حدش قال لهم حتى طب انتوا طالعين ليه حتى يعني. لكن احنا احتضناهم في الحزب، وان شاء الله هنفضل معاهم. طيب دي نقطة. ايه تاني يعني الاسباب اللي بتخلي البنات او الولاد ان هم يتسربوا من التعليم اللي انت رصدتيها من خلال النماذج اللي عندك؟ الاسرة طبعا. التفكك الاسري ده اكبر مشكلة. انا عندي كتير، عندي على فكرة انا ماسكة برضو الشريحة من تاني ابتدائي لغاية